طب احنا وصلنا معرض الكتاب، وكالعادة كل سنة كده وربنا ما يقطعها عادة، ده بالنسبة لنا احنا بيكون يعني عيد. معرض الكتاب ده عيد بالنسبة لنا، ولكن يعني ده بالنسبة للفيديو ده يا جدعان، الناس اللي متعودة ان انا بتكلم في الكورة بس، ده هيكون حاجة مختلفة تماما تماما. انا بنقل لكم تجربة شخصية، انت ممكن تستفيد بيها، غيرك ممكن يستفيد بيها، بس في الاول او في الاخر من خلال واقع المرات اللي انا جيتها. يعني انا باجي مثلا معرض كتاب فوق ال 15 سنة، فاهم؟ فدي حاجة ممكن ان هي تفيدك او ممكن ان هي ما تفيدكش. قشطة. طيب خليني كده اقول لك اهو، المعرض ورانا يا جدعان اهو. معرض جامد جدا، الاجواء كويسة جدا، المعرض مش زحمة. لو عايز تنزل المعرض اول حاجة ما تنزلش ايام الاجازات، يعني ما تجيش يا اسطى كده يوم الجمعة والسبت تنزل، لا هتبقى زحمة جدا. يعني الجمعة والسبت هتلاقي الدنيا زحمة، مش هتنبسط. انزل في نص الاسبوع مثلا، عندك بقى من الحد للخميس، قشطة، هتنبسط جدا جدا جدا، وهتقضي فايبس حلوة جدا، والاجواء حلوة جدا. طبعا المواصلات والكلام ده كله متعرف النقاط بتاعتها فين. سعر التيكت بتاعة المعرض هي موحدة 10 ب5 جنيه، والباص اللي هيجيبك، الاتوبيس اللي هيجيبك هو ب10 جنيه. تمام. طيب انا نصيحة، انت طبعا عارف ان في اكتر من، يعني بنتكلم في افريج مثلا 50 من 40 ل50 دور نشر فليكن مثلا، يعني تمام. انت لو نزل مرة واحدة، نصيحتي ليك بلاش، يعني بلاش تنزل مرة واحدة اصلا، انزل مرتين ثلاثة. ليه؟ أول مرة دي اعملها مرحلة استكشافية، أنت بتستكشف المعرض، بتشوف دار النشر، بتشوف الكتب، بتشوف الكتاب، بتشوف الحاجات، الأسعار طبعا، لأن الأسعار، في أسعار هتلاقي أسعار غالية جدا، وهتلاقي أسعار رخيصة جدا، وهتلاقي دور نشر بتعمل أوفر. يعني في هتلاقي دور نشر مثلا عاملة خصم مثلا 50% على بعض الكتب، أنت فاهمني؟ فانت بالتالي بتنزل اول مره بتستكشف، استكشف يا اسطى الدنيا، شوف ايه اللي بيحصل، القاعات، شوف في حاجات كتيره جدا، في ايه، في دورات بتتعمل تثقيفيه كويسه جدا جدا جدا، تقدر ان انت تستفيد منها. دي حاجه. يبقى انت اول مره، يبقى انت بما ان انت نازل معرض الكتاب، انزل كذا مره، ما تنزلش من اول مره وخلاص، لا، انزل استكشف، المره الجايه بعدها اعرف انت عايز ايه وانزل اشتري. دي حاجه. الحاجه التانيه، في اسعار زي ما قلت لك مبالغ فيها جدا، وده لاسباب كتيره جدا جدا جدا. اولها طبعا سعر الورق، ودار النشر، التوزيع والتسويق والكلام ده كله، والكاتب والبروفيت بتاع الكاتب والكلام ده كله. فانت بتلاقي دار النشر مثلا في كتاب ممكن يوصل 500 جنيه 300 جنيه. لو انت هتستفيد بيه هاته، يعني لو كتاب فعلا انت هتستفيد مثلا فيه في الدراسه، هتستفيد بيه في شغلك، هتستفيد بيه باي حاجه تبعك، هاته يا اسطى. مش تستفيد بيه ما تجيبوش. دي نصيحه يعني. ايه تاني؟ ايه تاني؟ وانت في دور النشر هتلاقي ناس، بنات وولاد، هتلاقي ناس بتوضح لك، عايزه تشرح لك الكتب، وعايزه تشرح لك حاجات كده. نصيحه مني برضو، اقف اسمع منهم، بس ما تشتريش، لان هم بيروجوا عن منتج ممكن يكون المنتج ده مش في البادجت بتاعتك مثلا، غالي يا اسطى، ما تشتروش لو انت مش عارف. فانت ما تجيبش اول حاجه كتاب غالي جدا الا لو انت تستفيد منه، تستفيد منه في شغلك، في حياتك الشخصيه، هيغير حاجه فيك، اوكي اشتري. في حاجة مهمة جدا جدا جدا، في هيئة الثقافة، تمام، الجزء بتاع هيئة الثقافة في كتب بأسعار رمزية جدا، ب5 جنيه وب10 جنيه وب15 جنيه وب20 جنيه. هي في قاع واحد، عدي أول حاجة عليها، يعني عدي كده وخش فيها وقشطة، شوف الدنيا فيها كتب، ممكن تجيب لك كتابين 3 ب50 جنيه ب100 جنيه تستفيد منهم. فاحنا بالتالي بندور على الكتاب اللي فيه إفادة ليك انت. تمام تمام. طيب آخر حاجة بقى، آخر حاجة، الاكل جوه بيبقى غالي. فانت يا اسطى لو جايب معاك اكل، قشطه، الميه تمام، بس الاكل جوه، نصيحه، الاكل بيبقى غالي جدا جدا جدا. تمام. لازم قهوه عشان تصحصح بشكل عام، لان انت هتلف كتير قوي، الا لو انت نازل يا اسطى ومتارجت انت عاوز ايه. انت فاهم؟ هي في الاول او في الاخر هي تجربه حلوه جدا جدا جدا، انبسط منها جدا جدا جدا. يعني انا بالنسبه لي، ده بالنسبه لنا احنا ده عيد، يعني بالنسبه للناس اللي بتقرا كتير جدا، ده عيد بالنسبه لنا ان احنا بنحب ننزل معرض الكتاب. بس انت فاهمني، انزل انبسط، غير جو، جدد طاقه، وشوف انت الدنيا معاك رايحه فين، ويا رب كلنا كده ننبسط فيها.